السلام عليكم. تخيل معايا إنك خلصت شغل، ركنت العربية وطلعت البيت. أول ما دخلت الشقة اتمسمرت في مكانك. هو أنا نسيت أقفل لوك العربية؟ مع إنك من جواك متأكد إنك قفلته، فهتنزل تاني علشان تتأكد من اللوك. والحوار مش بس في العربية، ده في باب الشقة أو البوتاجاز. لو ده بيحصل معاك، دي أعراض الوسواس القهري، وهي مش مجرد قلق عادي، ده اضطراب نفسي بيأثر على حياتك كلها. في كتاب الوسواس القهري لي باير، وهو دكتور نفسي وخبير في اضطرابات الوسواس القهري، هيعلمك ازاي تفهم الوسواس القهري وازاي تتغلب عليه بخطوات عملية عشان ترجع تعيش حياتك الطبيعية. يلا نبدأ. الفكرة الأساسية: الوسواس القهري مش مجرد عادة. لي باير بيوضح إن الوسواس القهري هو اضطراب نفسي بيتكون من جزئين: الأفكار الوسواسية، وهي أفكار متكررة بتيجي في دماغك وبتخليك قلقان، والسلوكيات القهرية، وهي الحاجات اللي بتعملها عشان تقلل القلق ده. مثلا شاب كان دايما بيفكر إن إيده متوسخة وممكن يعدي أي حد بمرض مع إنه بيغسل إيده كويس. كان بيروح يغسل إيده 30 مرة في اليوم، وكل مرة بيستغرق 10 دقايق بيفرك في إيده بالصابون لحد ما إيده بقت متسلخة. باير بيقول إن السلوكيات دي زي غسيل الإيد، بتديك إحساس مؤقت بالراحة لكنها بتزود المشكلة على المدى الطويل. فهم الوسواس القهري: الأنواع والأعراض. باير بيشرح إن الوسواس القهري ليه أنواع كتير. الخوف من التلوث، زي الشاب اللي كان خايف من إن إيده تكون متوسخة على طول. الشك المستمر، زي لو بتشك إنك نسيت البوتاجاز شغال مع إنك متأكد إنك طفيته. الأفكار المزعجة، زي لو دماغك بتقولك ممكن تضر حد مع إنك متأكد إنك ما تقدرش تعمل كده. الحاجة للنظام، زي لو لازم ترتب حاجاتك بطريقة معينة ولو اتغيرت هتحس بقلق شديد. باير بيحكي عن بنت كانت دايما بتشك إنها ممكن تنسى الباب مفتوح وحد يدخل البيت. كانت كل يوم قبل ما تنام ترجع تتأكد من الباب 15 مرة، وكانت بتصور الباب بالموبايل علشان تطمن نفسها. لكن حتى الصور ما كانتش بتريحها، وكانت بتحس إنها عايشة في سجن بسبب الوسواس. العلاج: تقنية التعرض ومنع الاستجابة. لي باير بيقدم طريقة علاج اسمها التعرض ومنع الاستجابة، وهي أقوى طريقة للتعامل مع الوسواس القهري. الفكرة إنك تواجه مخاوفك تدريجيا من غير ما تعمل السلوك القهري. مثلا الشاب اللي كان بيغسل إيده 30 مرة في اليوم، باير نصحه إنه يبدأ يقلل الغسيل تدريجيا. أول أسبوع الشاب بدأ يغسل إيده 20 مرة بس، وبعدين 15 ثم 10. كل مرة كان بيحس بالقلق كان بيستنى القلق يروح لوحده من غير ما يغسل إيده. بعد شهرين الشاب بقى بيغسل إيده 3 مرات بس في اليوم، وبقى قادر يتحكم في وساوسه أكتر. باير بيحكي كمان عن البنت اللي كانت بتتأكد من الباب 15 مرة، ونصحها تبدأ تقلل التأكد تدريجيا، وكمان تكتب المخاوف اللي بتيجي في دماغها، زي لو ما تأكدتش حد هيدخل البيت. بعد كده البنت بدأت تتأكد 5 مرات بس، وبعدين مرة واحدة، وكتبت ورقة كبيرة كتبت فيها الباب مقفول وحطتها على الباب. بعد فترة البنت بقت بتتأكد مرة واحدة بس وهي بتقفله، وبقت تحس إنها أخف بكتير. الدعم النفسي والعلاج الدوائي. باير بيأكد إن العلاج النفسي مهم جدا، لكن في حالات كتير ممكن تحتاج علاج دوائي معاه. الأدوية زي مضادات الاكتئاب بتساعد في تقليل الأفكار الوسواسية. باير بيحكي عن شاب تاني كان عنده وسواس إنه ممكن يضر حد من غير ما يقصد. الشاب كان بيخاف يقرب من السكاكين في المطبخ، وكان بيحس إنه ممكن يأذي أخته الصغيرة. الشاب بدأ يروح لدكتور نفسي وبدأ علاج دوائي مع جلسات ERP. في الجلسات كان الدكتور بيقعد أخته قدامه ويحط سكينة بينهم، وبيستنى القلق يروح من غير ما يعمل أي سلوك قهري. بعد 4 شهور الشاب بقى قادر يدخل المطبخ من غير خوف، بقى يحس إنه طبيعي أكتر. النقد: التعايش مع الوسواس بيزوده. باير بينتقد فكرة إننا نستسلم للوسواس أو نكذب على نفسنا ونقول ده مجرد قلق عادي. كتير مننا بيقول أنا بس بحب النظافة، أو أنا بس بتأكد علشان أطمن. لكن باير بيقول إن التجاهل ده بيخلي الوسواس يتحكم في حياتك أكتر. زي ما اتكلمنا في كتاب
فإن اللامبالاة لازم تواجه مخاوفك بدل ما تهرب منها. نصايح عملية علشان تتغلب على الوسواس القهري. لي باير بيديك خطوات بسيطة زي: اعرف وسواسك، اكتب الأفكار اللي بتيجي في دماغك والسلوكيات اللي بتعملها، جرب التعرض، واجه مخاوفك تدريجيا زي إنك تقلل مرات التأكد من قفل الباب أو البوتاجاز، امنع الاستجابة، لما تحس بالقلق استنى من غير ما تعمل السلوك القهري، اطلب مساعدة، روح للدكتور نفسي وجرب العلاج الدوائي لو لزم الأمر. ما تستسلمش، الوسواس بيقل مع الوقت لو واجهته، فما تيأسش. الفكرة النهائية: الوسواس القهري مش حاجة بسيطة، لكنه مش نهاية العالم. تجاهل الوسواس بيخليك عبد لأفكارك، لكن لو واجهت مخاوفك بخطوات زي التعرض ومنع الاستجابة هتقدر تتحكم فيه وتعيش حياتك الطبيعية. الكتاب ده مش بس دليل للعلاج، ده خريطة علشان ترجع لنفسك. قولنا في الكومنتات ايه أكتر نصيحة استفدت منها، وهل مريت قبل كده بتجربة الوسواس القهري، ويا ترى خرجت منها ازاي؟ كان معاكم محمد إيراني. وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده.